السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال في كل مكان، من اسكندرية لأسوان، معكم مستر محمد سامي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، قولوا أمين. أهلا بكم أبطال تانية إعدادي حبايب قلبي. إحنا جايين النهاردة نحل أسئلة الدرس التاني من كتاب الامتحان، المعادن ومصادر الطاقة. يلا بقى، جهز كوباية شاي بتاعتك والنسكافيه بتاعك ويلا بينا نبدأ. المهم يا أبطال، جاهزين يا أبطال؟ يلا بينا. رايحين يا أبطال على حل أسئلة الجزء الأول، المعادن في قارتي اسيا واوروبا. يلا بينا. جايب لنا اول سؤال الخريطه، بيقول لك استعن بخريطه قاره اسيا. جايب لنا خريطه اسيا واكتب ما تدل على ارقام من اهم دول القاره المنتجه لمعدن الكروم. طبعا في اسيا في دولتين، الهند وتركيا. هو بقى مشاور لنا رقم واحد ديت الهند يا مستر، برافو. نكتب كده الهند، برافو. اتنين، اولى دول القاره المنتجه لمعدن النيكل. الدولة اللي تحت دي أبطال دولة إندونيسيا يا مستر، برافو، دولة إندونيسيا. 3، أولى دول القارة المنتجة لليورانيوم. دولة إيه يا أبطال؟ الدولة دي اسمها كازاخستان. اسمها يا مستر كازاخستان، احفظها كويس بتيجي كتير في الامتحان. 4، أكبر دول القارة إنتاجا للنحاس والحديد. رقم 4 جايب لنا دي الدولة المشهورة قوي في آسيا، طبعا الصين يا مستر. دولة إيه؟ الصين يا مستر، برافو. كده سؤال الاول، خش على السؤال الثاني، يلا بينا. بيقول لك استعن بخريطه قاره اوروبا، هي دي المقابله، واجب عما ياتي بكتابه الرقم المناسب. عينينا. اهم دول القاره انتاجا للمنجنيز. اهم دول القاره المنتجه للمنجنيز، طبعا الدوله دي اوكرانيا اكيد. اهم دول القاره دي دوله اوكرانيا ابطال، يبقى نحط هنا رقم 2 بس كده. 2، الدولة تصدر إنتاج الكروم بقارة أوروبا. فين يا أبطال؟ 2 عندنا. عاوزين نشوف بقى الدولة الإيه؟ الدولة رقم، طبعا يا أبطال رقم 4، لأنها دي دولة فنلندا. أيوه دي رقم 4. طيب، من الدول المنتجة للحديد واليورانيوم. من الدول المنتجة للحديد واليورانيوم طبعا روسيا اللي هي رقم 5، برافو. خش على الخريطة اللي بعدها، يلا بينا. بيقول لك اكبر دول قاره اسيا انتاجا للبوكسيت. رقم 1 طبعا الصين يا ابطال، بتيجي كتير في الامتحان، لازم تبقى عارف مكانها. من اهم دول غرب قاره اسيا انتاجا للكروم. في رقم 2 ايوه دي تركيا. جايب لنا بقى ايه؟ دي تركيا يا مستر، برافو. 3، اهم دول اوروبا في انتاج النيكل والنحاس. رقم 3 في رقم، ايوه دي روسيا. روسيا يا مستر، اللي فوق دي كلها روسيا، مشهوره قوي في اوروبا. 4، أهم دول أوروبا إنتاجا للتيتانيوم. فين 4 يا مس؟ أيوه هي دي. طبعا الدولة المشهورة للتيتانيوم ديت دولة النرويج يا مستر، برافو. طيب 5، دولة آسيوية منتجة للمنجنيز. فين 5؟ أيوه الدولة دي طبعا الهند يا مستر. كانت هي والصين بالأمارة يا مستر، تمام. كده خلصنا سؤال الخرايط، يلا بينا نكمل. بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. تتصدر دول اوروبا انتاج معدن الحديد. دولة ايه يا ابطال؟ طبعا دولة روسيا يا مستر. في روسيا، ايوه هي دي. 2، ياتي معظم انتاج معدن المنجنيز على مستوى قارة اسيا من دولتين. مين الدولتين اللي بينتجوا المنجنيز في اسيا؟ طبعا الصين والهند، هنلاقيهم اكيد، ايوه هم دول. 3، تعد دولة اندونيسيا اولى دول اسيا في انتاج معدن ايه يا ابطال؟ معدن النيكل يا مستر، برافو. 4، من أكبر الدول الآسيوية المنتجة للمعدنين اللذان يدخلان في صناعة ما يعبر عنه محتوى الصورة المقابلة. ديت يا أبطال بطارية سيارة كهربائية. والمعدنين طبعا المنجنيز وإيه كمان؟ والنيكل. فمين أكبر الدول؟ طبعا إندونيسيا والصين والهند، لأن إندونيسيا الأولى في النيكل والصين والهند المنجنيز، فعشان كده هي الاختيار دوت. طيب خش على السؤال الخامس، يلا يا ابطال. السؤال الخامس بيقول لك بقى، تمثل دولة فنلندا اولى دول قارة اوروبا انتاجا لمعدن ايه يا ابطال؟ معدن الكروم يا مستر، برافو اهو. 6، تعد دولة كازاخستان اولى دول اسيا في انتاج معدن اليورانيوم يا مستر، برافو. 7، اولى دول اوروبا في انتاج معدن البوكسيت. اولى دول اوروبا في انتاج معدن البوكسيت طبعا روسيا، ايوه. بعد كده 8، ينتمي الى المعادن الخفيفه. معدن ايه يا ابطال؟ معدن التيتانيوم.
برافو، هما اتنين معادن خفيفه، التيتانيوم والبوكسايت يا مستر. برافو. تستأثر يعني تستحوذ قاره اسيا باكثر من نصف الانتاج العالمي للعديد من المعادن، يخرج منها ايه بقى؟ هي نص، بتعدي النص في كتير من المعادن. عندنا الحديد دوت اكثر من ثلثيه وكده عدت. اليورانيوم بيزيد عن ايه؟ عن النصف، يبقى عدت. النيكل نحو ثلثي برضو عدت. البوكسايت يا مستر، برافو، هو ده، لانها بتنتج من البوكسايت يا ابطال خمسي، ما جابتش النص. شفت حليناها ازاي؟ ركز بقى. يقل وجوده في قاره اوروبا لاسباب مناخيه. طبعا البوكسايت، لان البوكسايت ده بيحتاج مناخ ايه؟ مداري، وده مش متوفر في اوروبا. اكيد انت عارف السبب، اوعى تقول لي مش عارف، لان اوروبا بتقع في المنطقه الايه؟ المناخيه المعتدله الشماليه. تمام. يعود التشابه بين كل من معدن النيكل والتيتانيوم في ايه بقى؟ النيكل والتيتانيوم الاثنين دول في تشابه ما بينهم. الاثنين يا ابطال بيستخدموا اهميتهم في صناعه الطيارات. ازاي يا مستر؟ فهمنا. معدن مثلا النيكل ده بيستخدم في صناعه محركات الطيارات، اما معدن التيتانيوم بيستخدم في صناعه هياكل الطيارات. يبقى الاثنين لهم اهميه في صناعه الطائرات. طيب نخش على السؤال اللي بعده. اكتب كلمه صواب او خطا. ماشي. بيقول لك يعد استخراج المعادن المهمه من المصادر المهمه للدخل القومي. طبعا صح، اكيد صح يا مستر. ايوه بتدخل فلوس يا ابطال. ياتي معظم انتاج اوروبا من الحديد من دوله روسيا. ايوه صح، صح يا مستر. 3. تعد دوله روسيا من اكثر الدول الاسيويه امتلاكا للماده الخام تدخل في الصناعات النوويه. طبعا غلط، لان روسيا تبع الدول الاوروبيه يا مستر. يبقى الاجابه غلط. برافو عليك يا ابطال. يلا بينا نكمل مع بعض. خش على السؤال الرابع. بيقول لك بقى تستورد الصين كميات ضخمه من الحديد لتخطيط السلاكه. ايوه صح، رغم ان هي الاولى. تعد الهند من اهم دول قاره اسيا انتاجا للمنجنيز. الهند طبعا هي والصين من اهم الدول طبعا. 6. يعد معدن الكروم احد المعادن الاستراتيجيه والنوويه. غلط. امال ايه يا مستر؟ مش معدن الكروم، معدن اليورانيوم. ممكن اقول حاجه تانية، او ممكن تقول ان الكروم من المعادن الايه؟ الاساسيه. ايوه، معادن الصناعات الحديديه. 7. تساهم المواد الخام الحرجه في زياده معدلات التلوث. غلط. يبقى هنصوب نقول ايه؟ لم تساهم، علشان هي بتدخل في انتاج الطاقه الايه؟ النظيفه. تحتل روسيا المركز الاول في انتاج معدن النيكل على مستوى قاره اوروبا. روسيا هي المركز الاول في معدن النيكل. طبعا صح يا ابطال، ايوه هي المركز الاول. يتميز معدن التيتانيوم بشده صلابته رغم خفه وزنه. تحتل اسيا المركز الاول في انتاجه. طبعا صح يا مستر. بعد كده يقل انتاج البوكسايت في قاره اوروبا. ايوه صح، بيقل بسبب الظروف المناخيه وبيحتاج مناخ ايه؟ مداري. يزيد انتاج قاره اوروبا عن نصف الانتاج العالمي من اليورانيوم. غلط. امال ايه؟ اسيا، بدل اوروبا نكتب ايه؟ اسيا يا ابطال. 12. يرتفع انتاج المعادن الخام في قاره اوروبا عن قاره اسيا. غلط، العكس. ممكن نقول بدل يرتفع ايه؟ يقل وخلاص. اهو يقل يا مستر. برافو. خش على السؤال اللي بعده. يلا بينا. السؤال الرابع بيقول لك بقى اكمل ما ياتي بكلمات مناسبه. تعتبر اهم الدول المنتجه للكروم بقاره اسيا دولتين. طبعا الهند وتركيا. برافو، الهند وتركيا. تمام. يدخل في صناعه بطاريات السيارات الكهربائيه معدني نقط ونقط يا ابطال. المنجنيز والنيكل يا مستر. الاثنين، المنجنيز ومعدن النيكل. برافو. نظبط بس كده. الدوله بتصدر انتاج اسيا في معادن الحديد والنحاس والبوكسايت والتيتانيوم. طبعا يا ابطال دوله الصين يا مستر. برافو. يعد البوكسايت الخام الاساسي لصناعه معدن الايه؟ الالومنيوم. برافو يا ابطال، 100 100. صنف المعادن، عايزين نعرف بقى هي اساسيه ولا خفيفه ولا استراتيجيه نوويه. المنجنيز طبعا اساسيه يا مستر. معادن ايه؟ اساسيه. بس كلمه اساسيه. ايوه كده، يبقى اساسيه. ايوه كده. معدن النيكل طبعا اساسيه يا مستر. اليورانيوم
اليورانيوم يا ابطال طبعا نوويه يا مستر، نوويه استراتيجيه. ماشي. التيتانيوم خفيفه يا مستر، خفيفه، من المعادن الايه الخفيفه. تمام يا ابطال. خش على السؤال السادس، بيقول لك اكتب ماتشوريه كل عباره. مواد خام محدوده الوجود دي اسمها ايه يا ابطال؟ تعريف المواد الخام الحرجه. طبعا يبقى ده المواد، اكتب كده المواد الخام الحرجه. طيب مناطق يتركز بها معظم انتاج العالم من البوكسايت. طبعا المناطق المداريه، اكتب كده اهو المناطق المداريه. تمام يا ابطال. خش على اسئله بما تفسر، يلا بينا. تستورد الصين الحديد رغم ضخامه انتاجها، ليه يا ابطال؟ الاجابه سهله قوي، لتخطيط استهلاكها، عشان تكفي استهلاكها. هم الكلمتين دولت الاجابه. الاهميه الاقتصاديه للبوكسايت يا ابطال، لانه بيدخل في صناعه الالومنيوم يا مستر، برافو. الاهميه الاقتصاديه لمعدن التيتانيوم، لانه يستخدم في صناعه هياكل الطائرات والصواريخ والاجهزه الطبيه، لانه عايز تكمل يا ريت، يتميز بخفه وزنه وصلابته ومقاومته الكبيره للتآكل. دي الاجابه الكامله قوي. لو عايز تكمل، عايز تقف لغايه الاجهزه الطبيه كده اقف. تفوق قاره اسيا في انتاج المعادن الخام عن قاره اوروبا، عندنا اسباب كتير، تعال نكتب بقى كام سبب منهم. اول سبب بسبب اتساع مساحه اسيا عن اوروبا، اسيا مساحتها واسعه مقارنه باوروبا. 2 تنوع الصخور الموجوده في اسيا، اسيا عندها صخور كتير قوي. 3 تعرض مساحات كبيره من اسيا لحركات باطنيه قويه، برضو مقارنه بايه؟ باوروبا، برضو ما تعرضتش الحاجات دي كلها. في سبب رابع برضو ممكن تقوله، نفاذ الخامات المعدنيه الاوروبيه. قربت تخلص يعني، اكتبهم مكونات. السبب الرابع اللي عاوز يكتبه برضو، نفاذ الخامات المعدنيه الاوروبيه. تمام يا ابطال. خش على السؤال اللي بعده، يلا بينا. رايحين يا ابطال على السؤال الثامن. ما الاثر الناتج عن ارتفاع استهلاك دولة الصين من معدن الحديد؟ هي بتستهلك كميات كبيرة قوي من الحديد، وهي الاولى في انتاج الحديد بس بتستهلك. ادى ذلك ليه يا ابطال؟ ادى الى استيراد الصين كميات ضخمة من الحديد. يبقى الصين استوردت ايه؟ كميات ضخمة من الحديد. 2 صلابة التيتانيوم ومقاومته الكبيرة للتآكل. ما النتائج المترتبة على ذلك يا ابطال؟ سهلة، يستخدم في صناعة هياكل الطائرات، ايوه، وايه كمان؟ والصواريخ والاجهزه ايه؟ والاجهزه الطبيه يا مستر، برافو. عرفنا بيدخل في صناعه ايه؟ هياكل الطيارات والصواريخ والاجهزه الطبيه يا ابطال. خش على السؤال الثالث. تنوع الصخور المعدنيه الموجوده باسيا مقارنه باوروبا، ادى ذلك ايه يا ابطال؟ ادى الى ارتفاع انتاج المعادن الخام في اسيا مقارنه بايه يا ابطال؟ مقارنه بقاره ايه؟ اوروبا. يبقى ارتفاع انتاج المعادن الخام. اسيا عندها معادن خام كتير قوي، اكتر من اكتر من ايه؟ من اوروبا يا ابطال. طيب 4 تعرض مساحات كبيره من قاره اسيا لحركات باطنيه قويه مقارنه باوروبا. نفس الكلام يا ابطال، هنقول نفس الاجابه ديت، ادى لارتفاع انتاج المعادن الخام في قاره اسيا مقارنه باوروبا. يبقى نفس الاجابه دي هنكتبها هنا يا ابطال. طيب السؤال الخامس. طول فتره استخراج المعادن في قاره اوروبا، ما النتائج؟ الاجابه سهله، نفاذ الخامات المعدنيه
الأوروبية. أدى لإيه يا أبطال؟ نفاد، قربت تخلص، عشان هما بقالهم عمالين يستهلكوها ويخلصوها. الكلام ده إمتى؟ منذ الثورة الصناعية في منتصف القرن ال 18. كده خلصنا السؤال من الأثر الناتج. تخش على السؤال التاسع. دلل، نرفعه فوق بس شوية كده يا أبطال عشان إيه؟ يبقى واضح لينا. بيقول لك دلل على صحة العبارة. للنشاط التعديني أهمية اقتصادية في بعض دول قارة آسيا وأوروبا. إيه بقى أهمية النشاط التعديني؟ إيه الدليل؟ هنقول حيث يعد واحد أحد المصادر المهمة للدخل القومي. أيوة، في بعض دول آسيا وأوروبا. يبقى هو أحد مصادر الدخل القومي. 2 بتعتمد عليه العديد من الصناعات. يبقى العديد من الصناعات يا أبطال بتعتمد على النشاط التعديني. يبقى تاني، للنشاط التعديني أهمية اقتصادية، هو أحد مصادر الدخل القومي يا أبطال، وبتعتمد عليه العديد من الصناعات. السؤال التاني، لمعدن اليورانيوم أهمية استراتيجية. الدليل سهلة قوي، هنقول أهميته حيث يدخل في صناعة أو في الصناعات يا أبطال النووية. بيدخل في الصناعات الإيه؟ النووية يا أبطال. يبقى معدن اليورانيوم أهميته إن هو بيدخل في الصناعات النووية. طيب رقم 3، امتلاك الصين ثروات معدنية متنوعة. إيه الدليل؟ هنقول حيث هي أولى الدول في إنتاج إيه يا أبطال؟ معدن الحديد. أيوة، وإيه كمان؟ والنحاس، وبرده والمنجنيز برده يا أبطال، وإيه كمان؟ ومعدن التيتانيوم، ومعدن البوكسايت. كل ده، ومش عاوز الصين يبقى عندها ثروات طبيعيه متنوعه كتير، عندها كتير اهو. يبقى هي الاولى في انتاج معدن الحديد والنحاس والمنجنيز والتيتانيوم والبوكسايت يا ابطال. خش على السؤال العاشر. قارن بين المنجنيز واليورانيوم في قارتي اسيا واوروبا من حيث الاهميه الاقتصاديه واهم الدول. نبدا بالاهميه الاقتصاديه الاول. المنجنيز يا ابطال، المنجنيز بيدخل في صناعه الصلب وبطاريات السيارات الكهربائيه. ده المنجنيز. تمام. اليورانيوم لسه قايلينها اللي فوق اهو، بيدخل في الصناعات الايه؟ يدخل في الصناعات النوويه. طيب اولى الدول بقى في اسيا واوروبا. نمسك اسيا الاول في اللي معدنين يعني. بصوا بقى، المنجنيز اولى الدول في المنجنيز عندك الصين والهند. الصين والايه؟ والهند. الصين والهند ده في المنجنيز. طب اولى الدول برضو في اسيا فين بقى؟ في اليورانيوم. دولة اسمها كازاخستان. اسمها يا ابطال كازاخستان. ده بالنسبة ايه؟ اولى الدول. اوروبا بقى، اولى الدول عندها مين في المنجنيز يا ابطال؟ دولة اسمها اوكرانيا. اسمها ايه؟ اوكرانيا. طب اليورانيوم اولى الدول عندها يا ابطال؟ روسيا. برافو. اولى الدول ايه؟ روسيا عندها في اليورانيوم. كده قارنا بين المنجنيز واليورانيوم. يا ريت نعمل المقارنه دي في جدول تبقى احلى، بدل ما نعملها بالطريقه دي لا في جدول. يبقى عندك جدول كده تعمل فيها المقارنه دي احسن. خش على السؤال الثاني. بيقول لك قارن برضو البوكسايت والتيتانيوم في قارتي اسيا واوروبا من حيث الاهميه الاقتصاديه. بص يا ابطال، نبدا بالبوكسايت الاول. البوكسايت اهميته ايه يا ابطال؟ بيستخدم في صناعه الالومنيوم. دي اول حاجه. بوكسايت بيستخدم في صناعه ايه؟ الالومنيوم، اوعى تنسى. اما بقى التيتانيوم، التيتانيوم بيستخدم ده بقى، يستخدم في صناعه هياكل الطائرات والصواريخ والاجهزه الطبيه. عرفنا ده استخداماته ايه؟ ده استخداماته ايه؟ تمام. طب نوع المعدن، الاثنين يا ابطال من المعادن ايه؟ سهله، اوعى تنساها، من المعادن الخفيفه. من المعادن ايه؟ الخفيفه يا مستر. نوع المعدن معادن خفيفه او معادن خفيفه. تمام يا ابطال. طيب
اولى الدول، عاوز اولى الدول برضه في اسيا وفي اوروبا. سهله يا ابطال. نبدا باللي انت عاوزينه. نبدا بالترتيب ده الاول. البوكسايت، اولى الدول في اسيا في البوكسايت طبعا وانت مغمض الصين. احنا بنتكلم على ايه؟ اولى الدول. طب اولى الدول في التيتانيوم، اولى الدول في التيتانيوم برضه الصين. الحلاوه ديت. طب اوروبا البوكسايت مين يا ابطال؟ روسيا. ايوه. طب التيتانيوم اوعى تقول روسيا، يبقى كده الحكايه لا مش روسيا. النرويج واوكرانيا مين يا ابطال؟ النرويج واوكرانيا. ايوه كده. خلصنا كده المقارنات. خش على السؤال بتاع ما العلاقه. يلا بينا نركز فيه اكتر واكتر. بيقول لك بقى ما العلاقه بين النيكل وصناعه الطيران؟ النيكل ده بيدخل في صناعه ايه؟ محركات الطيارات. يبقى اكتب كده حيث يدخل النيكل في صناعه محركات الطائرات. هي كده بس يا ابطال، هتقولها كده. يدخل النيكل في صناعه محركات الطيارات. المناخ بقاره اوروبا وخام البوكسايت. بصوا بقى، يبقى ادى وقوع معظم اوروبا في المنطقه المناخيه المعتدله الشماليه الى ايه بقى؟ الى قله انتاجها للبوكسايت الذي يوجد في المناطق الايه يا ابطال؟ المداريه. البوكسايت ده موجود في المناطق المداريه واوروبا ما عندهاش المناطق دي. الثوره الصناعيه والاحتياط المعدني اللي العلاقه ما بينهم هنقول ادت الثوره الصناعيه اللي في اوروبا طبعا. الثوره الصناعيه الكلام ده في منتصف القرن ال 18. القرن ال 18 الى ايه يا ابطال؟ الى نفاذ الخامات المعدنيه الاوروبيه. يبقى دلوقتي الثوره الصناعيه ادت الى نفاذ، يعني قربت تخلص. كازاخستان والطاقه النوويه. العلاقه كازاخستان هي اولى الدول الاسيويه في انتاج الطاقه النوويه. يبقى كازاخستان اهو سهله قوي. كازاخستان هي اولى الدول الاسيويه في انتاج الايه؟ الطاقه النوويه. برافو عليك يا ابطال. مساحه قاره اسيا وانتاجها المعدني. سهله. ادى اتساع مساحه قاره اسيا الى ارتفاع انتاجها المعدني مقارنه بقاره ايه؟ مقارنه بقاره اوروبا يا مستر. بقاره اوروبا. برافو عليك يا ابطال. 12 ماذا يحدث اذا لم يتميز معدن التيتانيوم بخفه الوزن والصلابه العاليه؟ هنعكس استخدامه. لم يستخدم في صناعه هياكل الطائرات والصواريخ والاجهزه الايه؟ والاجهزه الطبيه. مش هيستخدم في صناعه الحاجات دي كلها. 2 كانت قاره اوروبا اكثر اتساعا واكثر تعرض للحركات الباطنيه القويه. ادى ذلك الايه؟ ادى ذلك الى ارتفاع انتاج المعادن الخام بايه؟ بقاره اوروبا. باوروبا مقارنه بقاره ايه؟ بقاره اسيا. يعني انتاج اوروبا كان هيبقى ايه؟ مرتفع. اتفقنا يا ابطال؟ خلصنا كده اسئله الجزء الاول. رايحين على اسئله التميز في كتاب الامتحان. يلا بينا. اسئله التميز يا ابطال. اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. بيقول لك استعن بالخريطه ديت في الاجابه في الاسئله من 1 ل 6. نشوف كده مع بعض. من المعادن التي يتم استخراجها بالقرب من السواحل الشرقيه والغربيه لدوله الهند. ايه بقى المعادن؟ هنلاحظ معدن ايه مثلا يا ابطال؟ هنلاحظ معدن الحديد يا ابطال، اهو موجود على السواحل الشرقيه والغربيه يا مستر. الحديد هو الموجود. هو في برضو الازرق ده المنجنيز، طبعا ما فيش منجنيز طبعا. يبقى نختار الحديد يا ابطال. ادي اول حاجه. 2 بتنتج دوله السعوديه معدني نقط. نشوف كده برضو السعوديه اهو
عندها العلامه الحمراء وعندها العلامه الغامقه دي، يبقى منجنيز ونحاس. لا مفيش منجنيز ونحاس. طيب يبقى نختار حديد برضو، الحديد كده كده موجود معانا حديد. طيب وعارفين حاجه غامقه كده، يبقى حديد ونحاس يا ابطال. ايوه نختار حديد ونحاس يا مستر. طيب خش على السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول لك الدولتين اللتان تتشابهان في انتاج معدني الحديد والتيتانيوم هما مين؟ طبعا الدولتين اللي عندهم تشابه في الحديد والتيتانيوم هتلاقي ابطال عندك حديد وتيتانيوم، هتلاقي الهند واوكرانيا. الهند وايه؟ الهند واوكرانيا هما الدولتين دول. يبقى عندنا الهند واوكرانيا يا ابطال اهو. تمام. تظهر اكبر منطقه تتنوع بها المعادن بدوله الصين. في جهتها ايه يا ابطال؟ نبص على الصين كده شويه اهو، شايفين الجهه دي مليانه. يبقى ايه يا ابطال؟ الشرقيه يا مستر، برافو. يبقى نختار الشرقيه اهو، نكتب الشرقيه اهو. طيب رقم 5، نروح لرقم 5 تاني. ها توهونا شويه معاهم؟ لا احنا قدها. اكثر المعادن انتشارا في بعض جزر جنوب شرق اسيا. جزر جنوب شرق اسيا اللي هي جزر اندونيسيا. تعالوا نشوف كده الخريطه تاني مع بعض يا ابطال. هي دي اكتر المعادن اللي هي الخضراء دي، يبقى معدن النيكل يا مستر. ايوه يبقى نختار معدن الايه؟ النيكل يا مستر، عشان اللون الاخضر ده. وكده كده هي اندونيسيا الاولى في الايه؟ في معدن النيكل. بعد كده تتوقع اي من الدول الاتيه الاكثر انتاجا للبوكسايت لملائمه مناخها؟ اكثر دوله في الدول دي كلها طبعا يا ابطال اندونيسيا، عشان هي تحت، عشان هو عاوز مناخ مداري حار، واندونيسيا عند دائره الاستواء وكده. كازاخستان لا، النرويج والسويد لا برضه. رقم 7 شوف كده مع بعض. رقم 7 بيقول لك يدخل الكروم في صناعه السبائك، لذا فان الدوله المتوقع تفوقها في هذه الصناعه في حاله توفر باقي المقومات. طبعا الكروم هتلاقي اكبر دوله في انتاج الكروم عندك دولتين في اسيا، الهند وتركيا. فطبعا هنختار الهند يا ابطال، نختار الهند يا مستر، برافو. تتوقع ان السبب الاساسي اللي جعل روسيا المركز الاول اوروبيا في انتاج خام البوكسايت يعود الى ايه؟ طبعا عندها مساحه كبيره قوي، فاكيد فيها مناطق حر كده في تحت في الجنوب، يبقى المساحه الارضيه بتاعتها يا ابطال. اهم الدول الاوروبيه من حيث تنوع تركيب صخورها الجيولوجيه برضو روسيا يا ابطال، هي اهم الدول الاوروبيه، هي اللي فيها معادن كتير قوي. طيب خلصنا كده اسئله الايه؟ اختر. خش على السؤال 14 صح وغلط مع التصويب. بيرتبط تركز المعادن باسيا بالعوامل الباطنيه اللي شكلت سطحها؟ ايوه صح. ماشي يا مستر، نختار بس لون القلم. صح يا مستر. اثرت الثوره الصناعيه بالسلب على المخزون الاستراتيجي للثروه المعدنيه في قاره اوروبا؟ ايوه، خلته قرب يخلص، ادى الى نفاذ الخامات المعدنيه. ارتبط تفوق اسيا في استخراج المعادن على القاره الاوروبيه بقدرات سكانها التكنولوجيه؟ غلط يا مستر. امال بايه مثلا؟ مثلا نقول باتساع مساحتها. باتساع مساحتها. ارتبط تفوق اسيا عن اوروبا في المعادن بسبب اتساع ايه؟ مساحتها. في اسباب تانية بس احنا كتبنا سبب. بنكمل مع بعض اسئله التميز يا ابطال. اي صحه العباره توجد علاقه بين اتساع مساحه الصين وتصدرها لانتاج العديد من المعادن قاريا وعالميا؟ ايوه، هنقول حيث ادى اتساع مساحه الصين وتنوع تضاريسها الى جعلها المركز الاول في انتاج كذا بعدا بقى: الحديد، ايوه، النحاس، المنجنيز، البوكسايت، والتيتانيوم. كل ده خلاها المركز الايه يا ابطال؟ الاول. طيب السؤال اللي بعده: ما النتائج النهضه الصناعيه الكبرى في الصين بالنسبه لانتاجها المعدني؟ النهضه دي ادت الى ايه؟ ادت الى استيراد الصين كميات ضخمه من الحديد لإيه يا ابطال؟ لتخطيط استهلاكها. وبكده يبقى خلصنا اسئله التميز في الجزء الاول. قبل ما اخش على الجزء الثاني طلب منكم طلب: تنزل دلوقتي تعمل اشتراك معايا في القناه وتفعل زر الجرس وتشير القناه لكل اصحابك عشان يوصلك كل جديد مع مستر محمد سامي حبيبك.
يلا بينا نكمل اسئله الجزء الثاني يا ابطال. يلا بينا الجزء الثاني. نرفع كده شويه بس فوق شويه. ايوه بيقول لك اكتب، استعن بالخريطه اللي هي اسيا واكتب ما تدل عليه الارقام. اكبر الدول منتجه للبترول. رقم 1 السعوديه يا مستر، برافو اهو، سهله ومريحه. اكبر دوله السعوديه. اهم دول القاره انتاجا لغاز طبيعي. الدوله دي يا مستر دي ايران. ايوه اللي جنب السعوديه دي ايران. طب لو شاطر وهوديك القناطر، مين تاني دوله في الايه في الغاز الطبيعي بعد ايران؟ ها سامعكوا، الصين، برافو. 3 اولى الدول عالميا في انتاج الفحم. طبعا الصين يا مستر، دي مش عاوزه كلام. رقم 3 دي الصين. طيب نكمل يا ابطال، خش على الخريطه الثانيه. بيقول لك استعن بخريطه اوروبا. دي اوروبا ماشي، واجب عما ياتي بكتابه الرقم المناسب. اولى دول اوروبا في انتاج الفحم. طبعا روسيا. روسيا هي رقم 5، نكتب كده 5، برافو. اولى الدول الاوروبيه انتاجا للطاقه الشمسيه وطاقه الرياح معا. هي الدوله دي يا ابطال 4. ديت المانيا. ديت ايه يا ابطال؟ المانيا. اعرفها برضو، يعني 5 دي روسيا و4 دي المانيا. طيب اهم دول اوروبا انتاجا لمصدر الطاقه المنافس القوي للبترول. المصدر القوي المنافس للبترول هو الغاز الطبيعي. اهم دوله هي رقم 2 يا ابطال، اللي هي دولة النرويج يا ابطال. النرويج دي دولة النرويج. اعرف برضو اسمها برضو. خش على الخريطة اللي بعدها، يلا بينا. بيقول لك امامك خريطة لاسيا واوروبا. جايب لك بقى الاتنين مع بعض، بيخوفنا. احنا هنخاف برضو بذمتكم؟ احنا هنخاف منهم؟ ما مش هنخاف منهم طبعا. اكبر الدول الاوروبية في انتاج الطاقة الكهرومائية. اكبر الدول الاوروبية في انتاج الطاقة الكهرومائية طبعا يا ابطال روسيا، اللي هي رقم 1 اهو روسيا. 2 اكبر الدول عالميا في انتاج الطاقه الشمسيه. طبعا يا ابطال دي دوله الصين، برافو. رقم 3 احدى دول غرب اوروبا تعاني من استنزاف العديد من الموارد. ديت انجلترا. انجلترا، هما دولتين بيعانوا، انجلترا وفرنسا، بس هو حاطط لنا على ايه؟ على انجلترا يا ابطال. برافو عليكم. خش على الاسئله اللي بعدها، يلا بينا. نرفع بس سنه كده فوق. ايوه برافو. كان المصدر الرئيسي للطاقه في العالم حتى بدايه القرن العشرين. طبعا يا ابطال الفحم. 2 الدوله التي تتصدر انتاج الفحم عالميا. مين يا ابطال؟ طبعا الصين يا مستر، عندها نصف الانتاج، حد قدها ديت. 3 اولى الدول الاوروبيه انتاجا للايه؟ للبترول. اوروبيه، يبقى نختار روسيا يا مستر، برافو. طب قول بقى اولى الدول الاسيويه في البترول، لو شاطر قول. ها السعوديه، برافو، دوله عربيه، ايوه كده. 4 تحتل الصين المركز الثاني. تاني؟ اول مره تيجي الثاني، على طول تيجي الاول على مستوى القاره في انتاج ايه؟ الغاز الطبيعي يا مستر، بعد ايران، برافو. يوصف بانه اقرب مصادر الطاقه الاحفوريه الصديقه للبيئه. هو طاقه احفوريه بس كويس شويه عن الفحم والبترول. طبعا انت عرفت انا بتكلم على ايه؟ على الغاز الطبيعي يا مستر، برافو. تمثل الصوره المقابله، هي دي الالواح الشمسيه والحاجات دي، احد مصادر الطاقه المتجدده، وتحتل المرتبه الاولى عالميا في انتاجها. دوله ايه يا ابطال؟ طبعا دوله الصين يا مستر، برافو. طيب خش على السؤال السابع. ارفع بس كده سنه فوق. ايوه كده. بيقول لك اكثر الدول الاتيه تنوعا في انتاج مصادر الطاقه. اكتر دوله متنوعه طبعا الصين، وانت مغمض. الصين متنوعه كتير جدا. تعد روسيا اولى دول اوروبا انتاجا لمصادر الطاقه التاليه، ويخرج منها ايه؟ هي الاولى في حاجات كتير، طبعا الاولى في الفحم في اوروبا، البترول، الطاقه الكهرومائيه هي الاولى، يبقى الغاز الطبيعي. لان اكبر دوله في اوروبا في الغاز الطبيعي، لو شاطر اعرفها، هي رخمه عليك. ها سامعكوا، في ناس قالتها النرويج، ايوه كده. بعد كده 9 يرتبط مفهوم المناجم الخضراء بعديد من مصادر الطاقه، ويستثنى منها ايه؟ طبعا الطاقه الاحفوريه الملوثه للبيئه يا مستر. تمام. خش على السؤال اللي بعده. اكتب كلمه صواب او خطا مع التصويب. بتنتج الصين نحو نصف الانتاج العالمي من الفحم. طبعا صح، ايوه نصف الانتاج. تعتمد صناعه الصلب في اسيا.
على الفحم. ايوه يا مستر، بتعتمد على الفحم، يبقى صح برضو. انتاج الطاقه الاحفوريه سيساهم في انخفاض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. غلط. امال ايه؟ يزيد مش انخفاض، طبعا هيزود انبعاثات عشان هو كلها طاقه ملوثه للبيئه. تعد المانيا اولى دول اوروبا في انتاج الطاقه الشمسيه والطاقه الكهرومائيه. طبعا غلط يا مستر. هنشيل الطاقه الكهرومائيه ونكتب مكانها طاقه الرياح. ايوه، اوعى يلخبطك، لان الطاقه الكهرومائيه دي مش المانيا، ده روسيا هي الاولى في الشمسيه وفي الرياح. ايوه، المانيا الاولى في الاثنين دولت. طيب 5. تحظى مصادر الطاقه الاحفوريه خلال العقود الاخيره باهتمام كبير. غلط. امال الطاقه ايه يا ابطال؟ طبعا الطاقه المتجدده يا مستر، برافو. 6. تتجه دول اوروبا واسيا لاعاده تدوير المعادن والبحث عن بدائل للمعادن النادره. ايوه، دي ايه المقترحات عشان نحل المشكلات بتاعت المعادن. تنخفض تكلفه العماله الاوروبيه. غلط. طبعا اوروبيه دي تبقى ترتفع مش تنخفض يا ابطال. 8. يعد استنزاف العديد من الموارد المعدنيه من مشكلات التعدين اللي ظهرت في دول غرب اوروبا. ايوه، ان هم بسبب طول فتره الاستخراج بتاعتهم والثوره الصناعيه اللي حصلت قبل كده. طيب خش على السؤال اللي بعده، يلا بينا. بيقول لك اكمل العبارات الاتيه. تنقسم مصادر الطاقه في العالم الى طاقه وطاقه ايه؟ سهله، طاقه احفوريه وطاقه متجدده. اهو احفوريه ومتجدده يا ابطال، برافو. يعد البترول ماده خام للصناعات نقط ونقط، صناعات نقط. طبعا يا ابطال الصناعات البتروكيماويه الحديثه والصناعات المعدنيه. لا لا لا، 100 100 ابطال. اولى الدول الاسيويه انتاجا للطاقه الكهرومائيه. اولى الدول الاسيويه وانا مغمض عينيا كده، الصين. طبعا الصين، من الاخر الصين هي اولى دول اسيا في الطاقه المتجدده كلها. طاقه الرياح، الطاقه الشمسيه، الطاقه الكهرومائيه، الطاقه المهلبيه، كله. تمام. تم استنزاف كميات كبيره من الموارد المعدنيه بقاره اوروبا كما حدث بدولتين ايه؟ انجلترا وفرنسا يا مستر، دول غرب اوروبا، برافو. خش على 5. صنف مصادر الطاقه الاتيه الى احفوريه او متجدده. سهل السؤال ده. كهرومائيه وانا مغمض، طبعا يا مستر متجدده. اوعى تغلط يا مستر، لا عيب عليك. البترول احفوريه، برافو. الفحم احفوريه. طاقه الرياح متجدده. الطاقه الشمسيه متجدده. الغاز الطبيعي احفوريه، برافو. اهو 3 احفوريه و3 متجدده. خش على السؤال السادس. اكتب ما تشير اليه كل عباره. بيقول لك مصدر طاقه احفوري يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدوليه. طبعا يا ابطال المصدر دوت البترول. طبعا البترول ايوه بيأثر في الحاجات دي كلها، بيأثر في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدوليه. طاقه نظيفه غير ملوثه للبيئه وتنتج من مصادر غير قابله للنفي. طبعا الطاقه المتجدده، اكتب كده اهو، الطاقه المتجدده يا مستر، برافو. نظبط بس المتجدده كده شويه، نمسحها لكم ونظبطها لكم من الاول وجديد اهو. يبقى نكتبها كده، الطاقه المتجدده. ايوه كده، حلوه كده. هيئه اصدرت قانون المواد الخام الحرجه. طبعا الاتحاد الاوروبي يا مستر، ايوه تبع اوروبا ده، الاتحاد الاوروبي. طيب خش على السؤال السابع. بما تفسر توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للبترول. ليه العالم دلوقتي بقى يستخدم الغاز الطبيعي اكتر من البترول؟ ليه؟ الاجابه لانه اللي هو الغاز الطبيعي يتميز بكذا حاجه. اول حاجه عندك سهوله استخراجه، برافو. ايه كمان؟ تكلفته المنخفضه. ايه كمان يا مستر؟ وقله تلويثه للبيئه. ايه كمان؟ ورخص ثمنه، ثمنه رخيص. وعاوز اقول لك ان السؤال ده سؤال كاسح فاسح ماسح، يعني مهم جاي في امتحان ان شاء الله نص السنه، وما تخافش اجابته سهله.
اهو لانه يتميز بسهوله استخراجه، تكلفته المنخفضه، قله تلويثه للبيئه، ورخص ثمنه. طيب رقم 2، اهتمام دول العالم باستخدام الطاقه المتجدده. ليه يا مستر؟ سهله، لانها طاقه نظيفه غير ملوثه للبيئه. ادي اول سبب. ايه كمان يا مستر؟ قول لنا اسباب تانية. هقول لك اسباب كتير ما تقلقش، ومتوفره في معظم قارات العالم. يبقى هي متوفره في معظم قارات العالم. ايه كمان يا مستر؟ وبتنتج من مصادر متجدده غير قابله للنفاذ، يعني مش هتخلص، موجوده. وايه كمان يا مستر؟ ويؤدي زياده الاعتماد عليها ابطال الى ايه بقى؟ الى تقليل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بحلول عام 2050. حلو قوي الثلاثه دولت، لو كتبتهم تاخد الدرجه. 3، تواجه قارتي اسيا واوروبا العديد من المشكلات المرتبطه بالتعدين، يكتفي باتنين يا ابطال. هنبدا اول مشكله رقم واحد، انبعاث كميات كبيره من ثاني اكسيد الكربون الذي بينتج عن النشاط التعديني. ادي اول مشكله يا ابطال، انبعاث كميات كبيره، او نكتب بس انبعاث كميات كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون. تاني مشكله يا ابطال، ارتفاع تكاليف الانتاج. ارتفاع تكاليف الانتاج. وفي برضو ايه مشكلات تانية، ضعف التكنولوجيا المستخدمه في التعدين، وفي مشكلات غيرها برضو. كفايه 2. رقم 3، استنزاف العديد من الموارد المعدنيه بدولتي فرنسا وبريطانيا. ليه يا ابطال؟ الاجابه بسبب الاستخدام غير المستدام وطول فتره التعدين. فاكرين لما حصلت الثوره الصناعيه عندهم في منتصف القرن ال 18؟ تمام، طول فتره الاستخراج بتاعتهم، والاستخدام الغير مستدام برضه بيستخدموها بطريقه غير صحيحه. طيب تلوث المياه الجوفيه في بعض مناطق التعدين بسبب استخدام مواد كيميائيه ضاره في النشاط التعديني السطحي والباطني. وده بيؤدي الى ابطال، بيؤدي الى اختلاط المواد بمياه الامطار وانتقالها بقى الى الانهار والمياه الجوفيه. يبقى عرفنا بسبب استخدام مواد كيميائيه ضاره، دي اهم حاجه تقولها، بسبب استخدام مواد كيميائيه ضاره. رقم 6، نرفع شويه فوق بس عشان ايه يبقى كل حاجه واضحه قدامك. 6، استخدام التقنيات الحديثه في عمليه التعدين. ليه؟ لتقليل التأثيرات السلبية للتعدين على البيئة. يبقى لتقليل التأثيرات السلبية للتعدين على البيئة أبطال. 7، اتجاه دول قارتي آسيا وأوروبا نحو بناء المناجم الخضراء. الإجابة لأنها هنجيب الإجابة من التعريف، تستخدم أساليب صديقة للبيئة، أساليب تعدين صديقة للبيئة، مما يقلل التلوث وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. يبقى هي بتستخدم أساليب تعدين صديقة للبيئة. تستخدم أساليب تعدين يا أبطال صديقة للبيئة. إصدار الاتحاد الأوروبي لقانون المواد الخام الحرجة. ليه يا أبطال؟ لضمان استدامة الموارد المعدنية. لإيه بقى؟ للأجيال القادمة. يبقى تاني، لضمان استدامة الموارد المعدنية، عشان كده طلع قانون المواد الخام الحرجة. تمام يا أبطال. تعالوا نخش على السؤال الثامن. ما النتائج المترتبة على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؟ ايه اللي هيترتب لما احنا نعتمد على الطاقة المتجددة؟ سهلة، يؤدي ذلك الى تقليل او انخفاض انبعاث غاز
ثاني أكسيد الكربون انخفاضا كبيرا بحلول عام ايه؟ بحلول عام 2050. عام 2050 يا ابطال هيؤدي الى تقليل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون. كثرة الامطار والانهار في قارة اسيا بالنسبة لانتاج الطاقة اصبحت اكبر القارات في انتاج الطاقة الكهرومائية. اصبحت من اكبر القارات في انتاج الطاقة الايه؟ الكهرومائية. طيب النشاط التعديني على البيئة ايه اللي هيترتب عليه؟ هيترتب عليه انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. هيؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وده يؤدي إلى تغيرات إيه؟ مناخية يا أبطال. طيب خش على الأسئلة اللي عليها الدور، يلا بينا. بيقول لك دلل على صحة العبارة. تراجعت الأهمية الاقتصادية للفحم كأحد مصادر الطاقة الأحفورية. إيه الدليل يا أبطال؟ بصوا بقى، حيث تراجعت نسبته إلى الربع. الكلام ده إمتى؟ عام 2023. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة في المستقبل. انخفضت فين؟ في المستقبل. يبقى هي فعلا دليل اهو، تراجعت الى الربع بعد ما كان تلتين في القرن الماضي. يعد البترول من اهم مصادر الطاقه. ايه الدليل يا ابطال؟ اول دليل معايا رقم واحد، البترول طبعا من اهم مصادر الطاقه لانه بيستخدم بصوره اساسيه في ايه بقى؟ لانه حيث يستخدم بصوره اساسيه، بصوا بقى، في توليد الكهرباء، ايوه، وايه كمان؟ ووسائل النقل. يبقى بيستخدم بصوره اساسيه في توليد الكهرباء ووسائل النقل. ايه تاني يا ابطال؟ ممكن نقول حاجه كمان، يعد ماده خام. يعد ماده خام للصناعات البترو، اسمها ايه؟ البتروكيماويه الحديثه والصناعات المعدنيه. ماشي يا ابطال؟ دي تاني حاجه. في حاجه ثالثه، ان هو بيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدوليه اللي عاوز تزودها. يكفي الاثنين دول تاخد الدرجه كامله. لمصادر الطاقه المتجدده اهميه بيئيه. هنقول اهميتها البيئيه بس، هنقول حيث يؤدي استخدامها الى انخفاض انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون انخفاضا كبيرا بحلول عام 2050. الحته دي اتكررت كتير يبقى مهمه تركز. 4، تتعدد الاسباب البشريه التي تعيق عمليه التعدين داخل القاره الاسيويه. ايه بقى يا ابطال الاسباب البشريه؟ اول حاجه عندنا افتقار اسيا للتكنولوجيا الحديثه، وايه كمان؟ وتدريب العماله في مجال التعدين. يبقى ديت الاسباب البشريه، انها ما عندهاش تكنولوجيا حديثه ومش مدربه العماله بتاعتها. يؤثر التعدين سلبا على مناخ العالم، حيث يؤدي، كتبناها كذا مره يا ابطال، الى انبعاث كميات كبيره من غاز، اهم حاجه دي، ثاني اكسيد الكربون، وده بيسبب بعد كده تغيرات ايه؟ مناخيه. تتعدد محاولات اسيا واوروبا في مواجهه مشكله التعدين. هنكتب كده 2 3 من الايه؟ من المحاولات بتاعتهم. رقم 1، اطلاق العديد من المبادرات لاستدامه الموارد المعدنيه. 2، البحث عن بدائل للايه بقى؟ للموارد المعدنيه النادره. رقم 3 دي سهله قوي يا ابطال، الاتجاه نحو استخدام الطاقه الايه؟ الطاقه النظيفه المتجدده. وبرضو اطلاق العديد من القوانين
اللي بتحمل بيها من التلوث التعدين ده. طيب خش على اسئله قارن، يلا بينا. بيقول لك بقى قارن بين الغاز الطبيعي والبترول من حيث الاهميه. قلنا البترول الغاز الطبيعي دوت يا ابطال اهميته ايه؟ ان هو مصدر مهم للطاقه، مصدر مهم للطاقه، واصبح منافسا قوي للبترول. يبقى الغاز طبيعي يبقى هو مصدر مهم للطاقه ومنافسا قويا للبترول. ايوه، ليه بقى يا ابطال؟ لانه بيتميز بسهوله استخراجه. ايوه، وايه كمان يا ابطال؟ وتكلفته المنخفضه، وايه كمان؟ وقله تلويثه للبيئه، ورخص ثمنه، رخيص الثمن يعني. طيب اما البترول يا ابطال اهميته بقى، البترول طبعا احنا لسه قايلين اهميته، هنقول حاجه برضو تاني. بنقول ان هو يستخدم بصوره اساسيه في توليد الكهرباء ووسائل النقل، دي اول حاجه. وكمان يعد ماده خام لايه بقى؟ للصناعات البتروكيماويه الحديثه والصناعات المعدنيه. دي اهميه البترول. اهم الدول الاسيويه والمنتجه، وعاوز اهم الدول الاسيويه. الغاز الطبيعي عندك ايران وعندك الصين. اما البترول عندك السعوديه. ايوه، السعوديه الاولى في الايه؟ في البترول. طيب 2 الفحم والطاقه الشمسيه من حيث نوع مصدر الطاقه واهم الدول الاوروبيه انتاجا. بص يا ابطال، الفحم ده طاقه طبعا احفوريه يا مستر، برافو. اما الطاقه الشمسيه دي طاقه متجدده. مش اهم الدول الاوروبيه، الفحم عندك روسيا الاولى، اما الطاقه الشمسيه عندك مين؟ المانيا. ايوه كده. خش على السؤال ما العلاقه، يلا بينا. بيقول لك بقى ما العلاقه بين النشاط التعديني والتغيرات المناخيه؟ هنقول يؤدي النشاط التعديني يا مستر الى انبعاث كميات كبيره من ايه بقى يا ابطال؟ من غاز، نظبط غاز كده، ثاني اكسيد الكربون. وده يؤدي الى ايه؟ تغيرات المناخيه، مما يؤدي الى التغيرات المناخيه. نكتبها برضو، مما يؤدي الى حدوث التغيرات المناخيه. طيب الاتحاد الاوروبي ومشكلات التعدين، هنقول حيث اصدر الاتحاد الاوروبي قانون المواد الخام الحرجه. ليه بقى؟ لاستدامه الموارد المعدنيه للاجيال القادمه. نظبط الاجيال اهو، للاجيال الايه يا ابطال؟ القادمه يا ابطال. 3 المناطق النائيه يعني البعيده داخل قارتي اسيا اوروبا والتعدين، هنقول حيث بترتفع تكاليف التعدين يا مستر. صح، بترتفع تكاليف التعدين. فين بقى؟ في المناطق النائيه اللي هي البعيده دي يا مستر، داخل قارتي اسيا واوروبا. برافو يا ابطال. عمليات التعدين ومصادر المياه، هنقول حيث يؤدي استخدام مواد كيميائيه ضاره في عمليات التعدين الى اختلاط هذه المواد بايه بقى؟ بالامطار، وانتقالها طبعا الى ايه بقى؟ الى الانهار والمياه الجوفيه. تمام يا ابطال. سؤال رقم 12، ماذا يحدث اذا استمر العالم في استخدام الطاقه الاحفوريه كمصدر للطاقه بديلا من الطاقه المتجدده؟ سهله يا ابطال، زياده التلوث في العالم وانبعاث كميات كبيره
من غاز ثاني أكسيد الكربون وحدوث التغيرات المناخية. 13 ما مقترحاتك لمواجهة مشكلات التعدين في قارة آسيا وأوروبا؟ أول حاجة يا أبطال إطلاق العديد من المبادرات لاستدامة الموارد المعدنية عشان تستمر معانا. 2 الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يا أبطال. ممكن نقول 3 البحث عن بدائل للموارد الخام الحرجة وإعادة تدوير المعادن. كل ده مقترحات يا أبطال. طيب وبكده يبقى خلصنا أسئلة الجزء ده، فاضل لنا أسئلة التميز. يلا بينا رايحين يا أبطال على أسئلة التميز. يلا بينا اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. استعن بالخريطة لإجابة الأسئلة من 1 ل 3 فقط. تمام، من 1 ل 3 فقط. عينينا. أهم مصادر الطاقة المنتشرة ببعض جزر جنوب شرق آسيا. جنوب شرق آسيا هي دي يا مستر النقط السمراء دي. طبعا الفحم، يبقى نختار الفحم. أيوه. 2 يوجد ارتباط بين تنوع مصادر الطاقة بالدول وإيه يا أبطال؟ طبعا واتساع مساحتها، هي دي اللي بتؤدي إلى التنوع، اتساع مساحتها. طيب من المتوقع أن يكون السبب في ندرة وجود طاقة شمسية في شمال آسيا وشمال أوروبا إيه يا أبطال؟ طبعا الامتداد الفلكي، هي دي اللي وجود ندرة عندهم في طاقة شمسية، يعني امتدادهم الفلكي في أقصى الشمال وكده. طيب خش على السؤال الرابع. بيقول لك بقى جميع ما يلي توصف بأنها طاقات المستقبل ويخرج من ذلك إيه؟ طبعا الطاقة الأحفورية، طبعا عشان ملوثة للبيئة. تستبعد أن ترتبط مصادر الطاقة المتجددة بإيه يا أبطال؟ بتستبعد باستنزاف الموارد. تمام. من المعوقات البشرية التي تواجه التعدين في أوروبا، من المعوقات البشرية ارتفاع تكاليف العمالة. صح وغلط مع التصويب. ساهمت مساحة كل من الصين وروسيا بالسلب على إنتاج مصادر الطاقة بهما. طبعا غلط. أمال بالإيه؟ بالإيجاب. طبعا بالإيه؟ بالإيجاب يا مستر، برافو، مش بالسلب. يساهم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة التعدينية في زيادة معدلات الاحتباس الحراري. أيوة، عشان بيؤدي إلى اللي هو زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، يعمل تغيرات إيه؟ مناخية. طيب خش على رقم 16. بيقول لك الغاز الطبيعي هو جسر زي طريق كده العبور نحو الطاقة النظيفة. أي صحة العبارة في ضوء خصائص الطاقة الإيه؟ الأحفورية. هنقول حيث يعتبر الغاز الطبيعي أقل مصادر الطاقة الأحفورية تلويثا للبيئة، هو أقل تلويثا للبيئة. ماشي، لذلك يعتبر جسر الإيه بقى؟ جسر العبور نحو الطاقة الخضراء. يعني ده هو أقل تلويثا للبيئة، أقل واحد من مصادر الطاقة الأحفورية، أقل من البترول وأقل طبعا أكيد من الفحم. طيب 17 عندك جايب لك قطعة ولا أسئلة. قطعة عبارة عن إيه؟ أفهمها لك. عاملين إن أوروبا بتعمل محطات توليد الطاقة الشمسية بس خارج أراضيها، في مناطق فيها شمس، في مناطق حارة غير مناطقها. بيقول لك استنتج أسباب إنشاء أوروبا لهذا المشروع خارج أراضيها. الإجابة لأن أوروبا بتقع معظمها في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية، وتفتقر إلى كميات كبيرة من أشعة إيه يا أبطال؟ من أشعة الشمس. عشان كده بتعمل مشاريع خارج أراضيها عشان ما عندهاش أشعة شمس. ما رأيك؟ أهمية استخدام الطاقة النظيفة وتأثيرها في تحقيق التنمية المستدامة. في رأيي يا جماعة أكيد جيد، رأيي إن هو جيد لأنها نظيفة، طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة ومتوفرة في معظم مناطق العالم.
بس كفايه كده رايي. وممكن اقول برضو ان الطاقه دي بتنتج من مصادر متجدده غير قابله للنفاذ، وانها بتؤدي الى انخفاض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون. وضح كيف ساهمت التضاريس في جعل اسيا رائده في الطاقه الكهرومائيه. هنقول حيث احتلت اسيا المركز الاول في الطاقه الكهرومائيه بسبب كثرة الأمطار والأنهار بها. آسيا احتلت المركز الأول في الطاقة الكهرومائية عشان عندها أمطار كتير وأنهار كتير، هي دي التضاريس. وبكده يا أبطال يبقى خلصنا أسئلة الدرس التاني من كتاب الامتحان. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك والاشتراك مع مستر محمد سامي. يلا مستنيكم يا أبطال، قول رأيك في التعليقات. ايه اصعب سؤال احنا حليناه النهارده؟ واكتب كده كل حاجه انت عاوزها، اطلب مني اي حاجه اعملها لك. يلا مستنيكم يا ابطال ان شاء الله في الدرس الجاي. مع السلامه يا ابطال.